ابنك مش عايز يسيبك، بيمسك في هدومك، بيعيط لما تسيبه في الحضانة، بيرفض ينام لوحده. الحقيقة ان كل الاطفال بيتعلقوا باهاليهم، لكن لو التعلق ده بقى زيادة عن الحد وبدأ يعيقه او يعطلك انت، هنا بندخل في حاجة اسمها اضطراب التعلق الزائد. ده معناه ان الطفل بيحس ان فراقك بيساوي خطر، حتى لو رايح المدرسة، حتى لو رايح تنام في أوضة تانية. طب ايه المظاهر او العلامات اللي بتدل على ان الطفل ده بيعاني من هذا الاضطراب؟ يكون عنده بكاء هستيري لحظة الوداع، بيشتكي دايما من آلام في جسمه زي مغص أو صداع، عنده كوابيس متكررة عن الانفصال، بيرفض يروح المدرسة أو حتى أي زيارة بسيطة. طب ايه الأخطاء اللي بنقع فيها كأهل في التعامل مع الطفل ده؟ إن احنا بنستهين بمشاعره، أو بنزعل ونسيبه غصب عنه، أو العكس إن احنا نرجع له على طول عشان نسكته ونرضيه. طب ايه الحل عشان نقدر نساعد الطفل ده انه يتخلص من الاضطراب ده؟ اول حاجة لازم نهيئه نفسيا قبل الانفصال، يعني اقعد معاه واحكي له كويس انا ليه هسيبه وهسيبه ليه وايه اللي هيحصل في الفترة اللي انا هسيبه فيها. اعمل له روتين يومي ثابت لحظة الوداع، يعني ان انا احضنه او اديله بوسة على جبينه، او يبقى في بينه وبينه جملة هو عارفها ان انا خلاص بقول له الجملة دي فانا هسيبه دلوقتي. كمان استخدم مفاجأة صغيرة بعد كل مرة بنفصل فيها، لما اجي ارجع له اعمله مفاجأة، اجيب له لعبة صغيرة، اجيب له حاجة هو بيحبها كحافز تشجيع ليه. كده بديله فكرة الانفصال بفكرة ايجابية وبمواقف ايجابية، اشجعه يكون صداقات وروابط مع ناس تانية، وابدأ بالتدريج خطوة بخطوة. لو الموضوع استمر فوق ال4 أسابيع بشكل خفيف وبدأ يأثر على نومه أو علاقته بالناس أو دراسته، لازم أتواصل مع متخصص نفسي. الطفل بيتعلق لأنه مش واثق إنك راجع، اديله أمان أكتر عشان يقدر يبعد بثقة أكتر. شارك الفيديو مع كل أب وأم شايفين إنهم مربوطين بولادهم، واستناني في الحلقة الجاية من افهم طفلك خطوة بخطوة. لو محتاج تتكلم مع متخصص يساعدك ازاي تتعامل مع الطفل في هذا الاضطراب، او يحط لك خطة ازاي تنفصل عن طفلك بامان، ابعتلي دلوقتي او اطلب استشارة نفسية اونلاين، او اكتبلي في التعليقات، او اطلب تحديد استشارة من خلال الواتساب.